ليه الاهتمام بيجي من الشخص الغلط؟ الشخص اللي انا بحبه مش واخد باله مني، والشخص اللي بيحبني انا مش عايزاه. انا اسراء عثمان، استشاريه علاقات زوجيه. اللي عايز يبعت لي اي استفسارات يبعتها على الانستجرام. ليه بقى يا ستي؟ لاني حضرتك مع الشخص اللي انت عايزاه بتبقي واحده غيرك، يعني بتبقي متوتره، بتبقي خجوله جدا، بتبقي ما عندكيش موضوع تتكلمي فيه، بتبقي مش مركزه وواثقه من حالك، بتبقى مشيتك مرتبكه، بتبقى عينك مبينه وفضحاكي ان انت الشخص ده بتحبيه او الشخص ده عايزه منه كلمه. بتبتدي تاخدي رقم تليفونه وتكلميه حتى لو هو ما كلمكيش. بتبقي نفسك تجمعي معاه في كلمه مفيده. فهو هنا مش بيحس ان انت حاجه صعبه هو محتاج يشتغل عليها. بيحس ان انت واحده مش واثقه في نفسك، بيحس ان انت مش عارفه انت عايزه ايه، انت واحد شفتيه من بعيد فحتى ما قربتيش منه عشان تفكري فيه. الست لما تكون رزينه ومتحكمه في مشاعرها وجميله وواخده بالها من نفسها، ده كومباينيشن كده، او ده سلطه كده، كوكتيل كده، مفيش راجل بيقدر يقاومه. فخليكي البنت دي. طيب ليه بقى اللي انا مش واخده بالي منه بيبقى دايما حبيبني؟ لانه بقى بيشوفك بالشخصيه الواثقه من حالك. انت بتبقي واثقه من حالك ليه؟ لانه مش فارق معاكي، لان مش فارق معاكي يحبك ولا ما يحبكيش، لانك انت من جواكي سايبها على الله، لان انت من جواكي مش رابطه سعادتك بالراجل ده. فبالتالي بتمشي كده اسد ما شاء الله عليكي، ما بتحاوليش ان انت تتكلمي معاه حتى لو هو مش عايز، ما بتجيبيلوش هديه كده من غير مناسبه وتروحي تديها له، بتبقي دمك خفيف، بتبقي مش فارق معاكي رايه فيكي، فبتتعاملي بطبيعيه وبتبقي انسانه على طبيعتها وعلى سجيتها، وده بيجذب الناس جدا. بتبقي تقيلة شوية، بتبقي حاجة صعبة عليه، عشان كده بيفضل يجري وراكي. فعشان تحلي الموضوع ده دايما لو في واحد عاجبك فكري بينك وبين نفسك، هل هو الخير؟ هو عاجبني عشان شكله ولا عاجبني ليه؟ طب انا ليه عامله في نفسي كده؟ طب ما هو حتى لو عاجبني وانا اللي بذلت المجهود عشان اوصل له مش عاجبه، لازم انا اكون صعبه. وحاولي تستحضري كده فكره ان الشخص ده مش عاجبك، هتتعاملي معاه ازاي، ونفذي بالظبط نفس الخطوات اللي كنت هتعمليها مع واحد مش عاجبك.